شم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مسا مسا على الناس الكويسه. اخر يوم لنا في اسكندريه بقى، وحبينا نستغل اليوم. الصبح كنا في شاطئ المنظره، وبالليل رحنا محطه الرمل نتمشى هناك على الكورنيش، ونتمشى هناك في وسط المحلات كده، ونشوف الحاجات الجميله هناك ومحطه الرمل وجمالها. وخليكم معانا الفيديو بقى، بس ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطوا لي اللايك، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم في اخر الفيديو تكتبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميله. بص الرصاص بتاع الميه بتاع البحر. خلي بالك يا ولد، خلي بالك هنا ما بيهويش، البحر هو اللي بيهوي. بص مش بيهوي، شدية الهواء بتاع البحر هو اللي بيسخن الذرة. علامة الجمل اوعى تمشي. المفروض طبعا ان انا كنت بكلمكم في اول الفيديو، بس من شدية الهواء وصوته العالي مغطي على صوتي انا. الهواء بصراحة كان يعني شديد جدا. احنا واحنا نازلين بس كده رايحين اتجاه البحر كده في الوش، كان بيرجعنا لورا. هناك كانت الدنيا ضلمه شويه. بصوا جمال المكان. في ناس بتعدي وبتنزل على الحجاره اللي ورا دي وبتقعد تحت كده زي ما انتم شايفين، بس طبعا ما كانش ينفع ان انا اعدي واقعد تحت بسبب عيالي، لانهم انا عارفه ان هم طبعا بيريحوش وشقي جدا. ما كانش ينفع ان انا اعدي بيهم ورا ابدا. بس طبعا لو اي حد تاني يقدر ان هو يعدي وما يكونش معاه عيال، بيقدر ان هو يعدي ويقعد تحت كده على الحجاره ويشوف المنظر الجميل ده. بطورة لا ارجع تاني، انزل معلش انزل. يلا يا باسم، يلا يا ياسين. بصراحة الاجواء هنا ما يشبهش منها خالص. يلا يا باسم. الدنيا لو حد غرق في الضلمة مش هيطلع تاني. كانت الموجة كل ما بتخبط في الحجارة الرذاذ بتاع المية بيطلع على وشنا. دخلنا بقى الشوارع كده اللي في وش البحر، اتمشينا هناك وجبنا لهم حلويات، وجبنا احنا كمان الحلويات بتاعتنا اللي بنحب دايما نجيبها، اللي هي الهريسة والبسبوسة والهريسة والمشبك، الحاجات الجميلة بتاعت اسكندرية ديت. والحمد لله يعني فسحتنا تمت على خير، واجازة تمت على خير،
وربنا يخلي لنا ماما يا رب ويديها الصحه والعافيه. دول بقى كل ما يلاقوا حاجه شغاله يقضوها رقص وهيصه وزيطه. طبعا المحلات انا كتمت الصوت، حط لهم موسيقى انا من عندي يرقصوا عليها، لان طبعا انتوا عارفين عشان المخالفه بتاعه اليوتيوب. الشوارع هناك هايصه هايصه هايصه، والاجواء جميله ملهاش حل. مهما احكي واقول ومهما اصور مش هادي الحاجه حقها في المكان وجماله بصراحه ربنا. الاجواء هناك ما تتوصفش. الحمد لله خلصنا يومنا بقى النهارده كده السلام ورايحين نحضر شنطتنا ونتكل على الله سبحانه وتعالى. بس العيالات بقوا عاملين ازاي لونهم ونايمين بس نايمين على نفسهم. وخلاص بقينا على محطة القطر، مستنيين بقى القطر بتاعنا وان شاء الله نوصل بالسلامة. والحمد لله والشكر لله على فسحتنا الجميلة واجازتنا الجميلة، ان ربنا تممها لنا على خير. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ده اخر فيديوهاتنا من فيديوهات اسكندرية. ان شاء الله ربنا يوعدنا ان شاء الله السنة الجاية برضو باجازتنا نقضيها في مصيف جديد باذن الله. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وتسيبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.